على هامش حفلة مطعم فندق الباتيو بحفل رأس السنة. اليوم نحن بنهاية الحفلة، ما شاء الله عنك فراشة الغناء العربي الفنانة مريم عطلة. أول شيء الله يعطيك العافية، أجواء كانت بتجنن كثير. تسلم. شو بتحب تقول أول شيء لجمهورها الفنانة مريم عطلة؟ أول شيء كل عام والجميع بألف خير، يا رب السنين الجاي أحلى من اللي راحت. مبسوطة كتير إني حبدا هالسنة بضيعتي ومنبت رأسي، يعني محل ما ترعرعت وتعلمت وكبرت صرت صبية. وكمان حسيت حالي اليوم عايدة مع عائلتي مع أهلي، وأنا عادة رأس السنة يعني بكره إنه أحتفل فيه بعيد عن أهلي، بس ما حسستوني أبدا إلا إن أنا عن جد بين أهلي وناسي اللي من لحمي ودمي. انبسطت كتير كتير كتير. واكيد وهذا بشهاده كل الحضور. نحن هذا السؤال بدنا نساله لفنانتنا، انه ليش مقله بحفلاتك على القلمون؟ هلا تشجع الباتيو، عملوا لي هي اول خطوه، ان شاء الله بتكون خطوه مباركه، وانبسطت انه يعني كانت هالفكره، وان شاء الله لاول مره يعني اول الخطوه الاولى مثل ما بيقولوا. ان شاء الله انطلاقه كانت حلوه، واكيد نتمنى نشوفك بانطلاقات جديده بالقلمون. جديد فنانتنا مريم عطله. في اغنيه اسمها ورجعت، اغنيه عاطفيه ايقاعيه مودرن، رح تشوفوها ان شاء الله بعد راس السنه حتبلش على الهواء. انت قولي لهم اليوم للجمهور عم تابعنا، شو حابه تقولي لهم بالختام على هاي الغنيه؟ وهذا سكوب اللي اعطيتينا اياه. لا شو بدي ما بقدر اقول من الغنيه، بس بدي اقول لهم لكل يعني هيدي الاغنيه حتلامس كل صبيه بتحب وبتستنى حبيبها او جوزها او المغرومه فيه، وكيف بتصير حياتها غير حياه، كيف بيزرع لها الفرح بقلبها، كيف بتصير توعى الصبح وهي عم يعني هيك الحياه مليانه والفرح مليانه فرح وحياه. انطلاقتها بعيده كثير ولا قريبه؟ لا قريب ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله، ويعطيك العافيه. شكرا كثير. يعطيك الف عافيه. شكرا لك.